أهلا بكم يا أصدقائي. بعد معجزة نقل السفن عن طريق البر اللي نفذها السلطان محمد الفاتح، إيه اللي هيعمله القائد قسطنطين؟ وإيه المهمة اللي لازم ينفذها خارج أسوار القسطنطينية؟ كمان إزاي هيتم اكتشاف خيانة ديمترس وإنه يعمل لصالح السلطان محمد الفاتح؟ الحقيقة يا أصدقائي، بعد الخطوة الكبيرة اللي عملها السلطان محمد الفاتح وقدر ينقل السفن عن طريق البر ناحية المضيق، وبكده أصبح أضعف أسوار القسطنطينية أمام مرمى السفن. كمان هيضطر يتوزع بعض الجنود البيزنطيين على الأسوار ناحية أسوار المضيق، فتضعف دفاعات البيزنطيين. الحقيقة يا أصدقائي، الخطوة دي كانت عبقرية جدا وقلبت الموازين، علشان كده الإمبراطور قسطنطين كان مدرك خطورة الموقف، وهتكون المهمة اللي لازم ينفذها خارج أسوار القسطنطينية هي تدمير السفن اللي عبرت المضيق. من ناحية تانية يا أصدقائي، إزاي هيتم اكتشاف خيانة ديمترس؟ الحقيقة القائد فرانشيسكو في بداية اجتماعه بالقادة البيزنطيين لاحظ أن السلطان محمد الفاتح انتقم من كل القادة بشكل أو بآخر، سواء أروهان أو قسطنطين أو نوطارس، إلا القائد ديمترس. حتى سأله في الاجتماع، ومن ساعتها بدأ يشك فيه. أعتقد يا أصدقائي هيخبر القائد قسطنطين وهينفذ فخ، ممكن يكون خبر الهجوم على السفن أو خبر آخر علشان يتم فيه كشف خيانة ديمترس. فهل هينجو ديمترس من اتهام الخيانة ولا لا؟ وهل هيتدخل السلطان محمد الفاتح لإنقاذ ديمترس؟ وهل هتتدمر السفن اللي عبرت المضيق ولا لا؟ كل ده هنعرفه الفيديو الجاي إن شاء الله، تابعوني.